أهلا. البودكاست اسمه ندوب. هتكلم النهاردة عن القوة والضعف ومفهوم القوة والضعف. يمكن أنا دايما كان عندي وجهة نظر في غاية الصرامة بخصوص القوة والضعف. القوة إن الواحد يكون صلب، ما يتهزمش أبدا، يجيب على الدرجات في كل الامتحانات، بيلعب رياضة، الإنسان السوبرمان يعني، اللي هم أنصاف آلهة تقريبا. يمكن دي كانت وجهة نظري عن القوة. في كذا موقف حصل غيروا وجهة نظري عن القوة. يمكن آخرهم موقف مع صديقة. كنت كانت بتحكي لي موقف ما مضايقها، فأنا فضلت أقول لها لأ، أنتِ قوية، وكنت أعنيها وأقصدها يعني بكل حاجة جوايا. بس بعد كده قعدت أفكر، طيب أنا باقول لها كده، بس لو أنا كنت في نفس الموقف، وأنا ساعات باكون في نفس موقفها، ما باقولش لنفسي نفس الكلام، ما باشوفش نفسي قوية كده، ما باشوفش نفسي إن أنا مقاتلة وأستاهل إن أنا أبقى مشكورة على مجهودي في البقاء آآ بعقلي في عالم يقودك للا عقل تمامًا. فقعدت أفكر إيه هي القوة وإيه هو الضعف. هل القوة إن إحنا ما نتعبش أبدًا، ما نتعثرش أبدًا، ما نُقفش أبدًا، ما نتكعبلش، ما نعيطش، نفضل ماشيين على خط واحد؟ هو أنا النهارده كنت باذاكر جزء ليه علاقة بالقلب، فيمكن خطرت في بالي الفكرة دي، إنه لو كنا ماشيين على رتم واحد، حتى رسم القلب اللي بيبقى ماشي على الرتم الواحد ده من غير شوية ما يطلع وشوية ما ينزل بنمط معين، هو ده موت. يعني ما فيش حد بيفضل ماشي على نفس النمط، حتى لو نفس النمط ده قوة متناهية أو ضعف متناهي، ده حاجة مش موجودة بالطريقة دي في الوجود يعني، أو حتى في حياتنا كأشخاص الحمد لله مش في مجاعة، مش في حاجة في غاية الصعوبة. يمكن دي بتسري عليها قواعد أخرى يعني. أقدر أقول إنه فكرة نمط الركود التام، أو ده مش شيء طبيعي، أو مش دي الحياة الطبيعية يعني. طيب، آه اللي أنا بشوفه إن يمكن صاحبتي مع حاجات كتير تانية خلتني إن أنا أشوف الموضوع بشكل مختلف، خلتني أشوف القوة والضعف بشكل مختلف من وجهة نظر مطلقة. بت بتت بتنطلق من فكرة الأبيض والأسود، لا يوجد رمادي، الكل أو لا شيء. أقصد بالأبيض والأسود وكل شيء أو لا شيء، وده خطأ معرفي أصلا. إنك دايما تبقى شايف إيه، كل حاجة يا إما تجيبها كاملة يا إما لا شيء. وده ليه تجليات عدة، من ضمنها عندي أنا كنورة، موضوع إن أنا شايفة إن الواحد يا إما يبقى قوي تماما يا إما يبقى ضعيف تماما، مفيش حاجة في النص. ده خطأ معرفي اسمه الكل أو لا شيء. فصاحبتي ساعدتني إن أنا أشوف الموضوع بعيدا عن الخطأ المعرفي اللي أنا واقعة تحت وطئته ده. خلتني أفكر في الموضوع بشكل مختلف، وهي بتحكي عن حاجة مضايقاها، ده غير لي مفاهيم كتير. ده بيفكرني بحاجة كنت عايزة أتكلم عليها، كنا برضو أنا وهي اتكلمنا فيها. ناطحة ماتيرزي أو ماتيرازي. إيه ناطحة ماتيرزي؟ في 2006 كان ماتش كأس العالم النهائي ما بين فرنسا وما بين إيطاليا. كان نجم فريق فرنسا كان زين الدين زيدان، وكان خلاص هيعتزل، كان من آخر ماتشاته يعني. وساعتها الكاميرا بينت، أنا هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو في الديسكريبشن بوكس يعني. ماتيرزي كان قال كلمتين لزين الدين زيدان، فزين الدين زيدان مشي خطوتين، بعد كده راح متدور وراح ناطح ماتيرزي حرفيا. ماتيرزي وقع على الأرض وقعد يتألم و... ومتضايق أوي يعني، حرام. النطحة دي كان من أثرها إن زين الدين زيدان اتطرد من الماتش، وفي الآخر فرنسا خسرت كأس العالم، واللي كسبها إيطاليا اللي فيها ماتيرزي المسكين اللي اتنطح، المنطوح. الموضوع ده كان من 2006، كنت بدور على يوتيوب الموضوع، تذكرته مؤخرا. فاكتشفت إن في من سنتين كان في حلقة في BBC بالعربي، البرنامج اللي كان بيقدمه أحمد فخوري،
وبيقدّموا بعديه مذيعة تانية، فكانت بتتكلّم عن الموضوع، فهي كانت أوردت آراء بعض الناس حوالين الموضوع ده، عشان كان اتفتح تاني من سنتين 3 إن في ناس في أمريكا استضافوا ماتيرزي، فهو اتكلّم عن الموضوع. فبمنتهى البساطة يعني هو قال إيه اللي هو قاله لزيدان، اللي كان منتشر ساعتها في 2006 إن ببساطة ماتيرزي هو شتم والدة زيدان، فزيدان راح ناطحه، بس بعد كده بعد السنين دي كلّها اكتشفنا يعني على حد كلام ماتيرزي يعني، ربنا يلعنه هو قال إن اللي حصل إن هو زي اللي بيحصل في ماتشات الNBA، الموضوع عادي جدًا زي اللي بيحصل عندكم في أمريكا. زين الدين زيدان قال لي: "تحب أدّيك التيشيرت بتاعي بعد الماتش؟" فراح ماتيرزي قال له: "لأ، أنا أفضّل أختك." فالاتنين أسوأ من بعض، يعني سواء اللي انتشر في 2006 أو الحقيقة اللي قالها ماتيرزي بعد كل السنين دي، وهو شايف إن هو مش مشكلة. لو تعليقات الناس كانت إيه على الموضوع ده؟ تعليقات الناس كانت طبعًا هو BBC عربي بيجيبوا كذا رأي مختلف، بس في ناس فعلًا كانت بتلوم زيدان، وده لفت نظري جدًا، إن هو شُفت عشان أنت ما سكتّش كان لازم ترُد عليه في الملعب، ساعتها كان زمانك كسبت كاس كاس الأمم الأفريقية إيه، كاس كاس العالم، كان زمانك كسبان كاس العالم وكان لازم أنت تتغاضى وترُد عليه في الملعب. أنا متأكدة إن اللي كتب التعليق ده لو في حد بس قال له إيه، هيروح ضاربه، يعني مش بابقى فاهمة العقلانية الشديدة اللي إحنا بنُصاب بيها دايمًا لمّا بنيجي نتعامل فيها مع مشاكل الآخرين، أو التنظير اللي إحنا بننظّره عليهم. في موقف زي ده هو شايف إن زيدان غلطان يعني. في الموقف ده فعلًا أنا أقدر أقول على زيدان قوي والّا ضعيف؟ مش عايزة أفكّر بطريقة يعني التقليدية، اللي هو أتسامى عن الأمر وفعلًا وأفكّر فيه بطريقة عقلانية إن هو لأ، كان المفروض يستحمل ومش عارفة إيه. إحنا بنُجيد العقل تمامًا في التعامل مع مشاعر الآخرين، وفي التعامل مع مشاكل الآخرين ومشاعرهم. فبغض النظر هيفضل السؤال جوايا، زيدان كان قوي والّا ضعيف؟ ما أقدرش أقول عليه ضعيف، وما أقدرش أقول عليه قوي. الموقف مُربِك فعلًا. ده فكّرني بكتاب أنا كنت باقراه، فكرة القوة والضعف. في كتاب اسمه نقد القوة بتاع سعيد نشيد، ناشيد مش نشيد، تمام؟ ده كاتب مغربي، باحبه جدًا، بيتكلم عن الفلسفة. فهو كاتب كتاب اسمه نقد القوة، رسائل فلسفية إلى الضعفاء. الكتاب أنا لسه ما خلّصتوش، بس في كام اقتباس عن القوة جديرين إن هم يتقالوا، وممكن أبقى أعمل عنه حلقة تانية لو أنتم حابين. آمم، لو عجبتكم الاقتباسات قولوا لي يعني في الcomments إن أنا أعمل لكم حلقة عن الكتاب لمّا أنا أخلّصه يعني. ففي اقتباس مبدئيًا في تقريبًا أول صفحة من الكتاب، جايب الآية اللي بتقول: "وخُلق الإنسان ضعيفًا" من سورة النساء. وفي اقتباس تاني جميل بيقول: "وقد قال الشيطان للرب: اترك لي الأقوياء فإني كفيل بهم، أما الضعفاء فلا أقدر عليهم." ده كلام القديس يوحنا ذهبي الفم. عجبتني جدًا يعني عجبني جدًا الاقتباس ده، إن هو الشيطان بيقول لربنا اللي هو سيب لي الأقوياء أنا كفيل بهم، أما الضعفاء فلا أقدر عليهم. فدي فكرة كانت عاجباني جدًا يعني، إنه دايمًا يؤتى الحذر من مكمنه، يعني اللي بيكون حذر أوي بيؤتى من مكمنه، اللي بيكون قوي أوي قوته الفظيعة دي بتكون مكمن ضعفه. فدي فكرة كانت عاجباني جدًا في الاقتباس ده بصراحة. وفي كذا اقتباس كان جميل أحب أشاركه معاكم. بيقول في صفحة 11: "لا تحاول أن تكون قويًا لئلا تستنزف طاقتك وقدرتك على الحياة، ولئلا تدمر جسدك وتنهك روحك، سواء في تجارب الحرب أو في تجارب الحب. المبدأ نفسه وبالتمام. لا تحاول أن تكون قويًا، لا تحاول أن تظهر بمظهر القوة، لا تحاول أن تتحكم في كل الأمور المحيطة بك، فالتحكم وهم يستنزف الروح. كل ما عليك فعله هو أن تتكيف مع الوضعية القتالية في أحوال الحرب، وأن تتكيف مع الوضعية العاطفية في أحوال الحب." هو يقصد سعيد نشيد بينطلق من فكرة الجودو. الجودو غيّرت حياة سعيد نشيد تمامًا. فالجودو على حسب وصف سعيد نشيد هي مش معتمدة على القوة أنت بتستخدم قوة اللي قدّامك بتعكسها، أو هو قدّام كمان هيشرح أكتر موضوع الجودو ده. بعد كده في صفحة 17
بيقول بيقول: ما يقدر عليه الضعفاء هو أكثر مما يقدر عليه الأقوياء، طالما الضعف طاقة هائلة حين يتم استثماره على أحسن وجه ممكن، بل لا تكون الطرق معبدة يعني ممهدة إلا أمام الضعفاء، لكن لا يراها إلا المتصالحون مع مكامن ضعفه. في المقابل فإن طريق القوة مسدود مسدود، هو مكررها مسدود مسدود زي عبد الحليم حافظ سعيد صالح يعني كانت عجباني قوي، مسدود مسدود، قعدت متخيلها بصوت سعيد صالح، كانت عجباني قوي. مين الضعفاء بقى؟ زي ما بيعرفهم سعيد نشيد، بيقول إنهم بحسب الشائع من لا يملكون ما يكفي من الصحة والسلطة والقوة والأنصار والمال لأجل كسب معارك الحياة، لكن مع ذلك ينبغي ألا يخسروا معركة الحياة في كل أحوالهم وفي كل أحوالها، ولأجل ذلك فإنهم أحوج الناس إلى شجاعة العيش ومهارات الحياة. إنهم أنا وأنت، وربما أنت بالذات، فلا تكن قويا إذن. هل تسمعني؟ التعريف بتاع إن هو الضعفاء هم اللي لا يملكون ما يكفي من الصحة والسلطة والقوة والأنصار والمال. أحب أضيف له المهارات، لأن ساعات بتحس إن الناس كلها أحيانا عندها مهارات معينة مش عندك، مهارات اجتماعية، مهارات وظيفية، مهارات من أي نوع، فساعات ده بيديك شعور بالضعف، فده برضو بيحطك في نفس الخانة اللي هو بيقولها، إنك أحوج الناس لشجاعة العيش ومهارات الحياة. هو هيشرح بعد كده الكلام ده، يعني الكتاب أنا باجيب اقتباسات بس جميلة، بس هو بيشرح فكرة الضعف والقوة، وأنا باحاول إن أنا أجيب الاقتباسات الجميلة يعني، أو اللي بتشرح الموضوع أكتر. بعد كده في صفحة 19 بيقول جملة جميلة جدًا ما لهاش علاقة بالقوة والضعف، بس يعني يمكن تبان إن هي ضعيفة، بعيدة عن موضوع القوة والضعف، بس هي في غاية الجمال. بيقول: ينبغي أن ينسج المرء شخصيته خيطًا فخيطًا، يخطئ حينًا ويصيب حينًا. وعند حدود منتصف العمر حيث تبدأ الدرجات العليا من العمر ينبغي أن يشرع في تفكيك خيوط ثوبه شيئا فشيئا لكي يفهم ما الذي كان يفعله. دي كانت جملة جبارة، فكرة إن فعلا ساعات بيهيأ ليا فكرة القوة زي ما قلت لكم إن هي حاجة ثابتة، الواحد ماشي ينتصر وينتصر 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 وينتصر، فاللي هو لأ يعني الواحد بيخطئ حينا ويصيب حينا، ده اللي بيبنيه. زي ما بيقول لك اللي أنت بتغلط فيه ما بتنساهوش، اللي أنت ما بتغلط فيه في الامتحانات بتاعة الشهر ما بتغلطش فيه في امتحان آخر السنة في المدرسة يعني. ف... فالجملة دي كانت جميلة جدا يعني. بعد كده في صفحة 23 كان بيتكلم عن أحد الرياضات، فبيشرحها من الرياضات اللي هي الآسيوية يعني بتاعة القتال، أو بتاعة من فلسفات القتال الآسيوية يعني عموما، يعني كان بيتكلم عنها. فبيقول خطوات أو اعتبارين بيقولوا إن غاية المهارات القتالية المساهمة في تهذيب النفس والسلام الأهلي، مش فكرة المساهمة في يعني تقوية غرائز التوحش. فهو قال سببين إن ليه غاية المهارات القتالية المساهمة في تهذيب النفس، يعني مش الهدف الشائع اللي هيخطر في دماغك يعني إن هو عشان الناس تضرب بعض يعني. السبب التاني كان في غاية الجمال، كان بيقول: عندما يتجاوز الإنسان الضعيف عقدة الخوف ويستعيد شجاعته وثقته في نفسه بفعل المهارات القتالية التي اكتسبها، يمكنه أن يزيد من تطويرها بنحو لا محدود، وبهذا فإنه يصير أكثر ميلا إلى التسامح والغفران. دي كانت جميلة جدا، لما الواحد اللي بيكون جواه طاقة غضب وحاسس إن هو هيروح يقتل في الناس، بس اللي بيمنعه إن هو يعني مش يقتل يعني يضرب في الناس يعني، فاللي بيمنعه من ده الخوف من المجتمع، الخوف من العقوبة. هل ده إنسان فاضل ولا لأ؟ وجهة نظري أنا لأ. لما يكون اللي منعك إن أنت بس خايف، دي حاجة كويسة، ما تعملش الحاجة الغلط أكيد بس ده مش بالنسبة لي مش فضيلة. الفضيلة لما تكون زي المثلث كل زواياه 60 والكل أطواله واحدة، اللي أنت بتعمله هو اللي أنت بتفكر فيه واللي أنت حاسه، أو الكلمة العربي مش متيسرة في دماغي دلوقتي، بس الكلمة الإنجليزي congruency، وهي بتستخدم في المثلثات وبتستخدم في علم النفس. انت تكون congruent، اللي انت بتفكر فيه هو اللي انت حاسه هو اللي انت بتعمله، فدي الفكرة. فلما انت تكون جواك
طاقة التدمير وما عملتهاش بسبب إن أنت خايف، دي حاجة كويسة كخطوة أولى. يمكن خوفك منعك من حاجة كويسة، بس ده مش كفاية. في خطوة تانية محتاجة تتعمل. الخطوة التانية اللي محتاجة تتعمل حسب ما أنا فهمت من الكتاب، لما أنت بتتشجع وبتقوم تتعلم رياضة قتالية من أنواع الرياضات القتالية زي بتاعة الفلسفات الآسيوية اللي بيتكلم عنها زي جودو مثلا، بيتكلم عنها سعيد نشيد، ساعتها أنت هتكسر عقدة الخوف. ساعتها بتستعيد شجاعتك وثقتك في نفسك بفعل المهارات القتالية اللي أنت اكتسبتها. ساعتها هتكون أكثر ميلا للتسامح والغفران. لما أنت تسامح من وجهة نظر قوة، مش زي ما أنت تسامح من وجهة نظر ضعف. في فرق بين ان انت تكون مجبر ان انت تسامح، وفي فرق بين ان انت مقتنع تماما ان انت عايز تسامح وان اللي قدامك ده ما يستاهلش اصلا انت تعبره من داخل اعماقك، ما يستاهلش فعلا. او ولا نتركه للنهر يعني يعمل فيه اي حاجه. عارفين الجمله اللي هي بتاعت اللي هو ايه، انه ما تقعدش تتخانق مع عدوك كتير، سيبه واقعد جنب النهر، النهر كفيل ان هو يجيب لك بقايا يعني من الاخر. مش فاكره نص الجمله يعني. طيب صفحه 24 بيقول، دي جملة كانت عجباني قوي قوي: لا يعضك إلا الكلب الخائف منك. ودي حقيقة، اللي بيأذيك في الأغلب ده حد خايف منك. فدي كانت جملة كانت متناهية الشعرية والرئة في وجهة نظري. في جملة في صفحة 26 بيقول إن نقاط قوتنا حين لا نحسن استعمالها هي نقاط ضعفنا بالتمام، ونقاط ضعفنا حين نحسن استعمالها هي نقاط قوتنا بالتمام. فكان بيتكلم عن إن الضعف ممكن ينجم عن القوة، وتنجم القوة عن الضعف. زي مثلا اللي كان مؤسس رياضة الجودو كان عنده ضعف في البنية الجسدية، وده خلاه إن هو يخترع رياضة كاملة مختلف يعني، نسج خيوطها كاملة. وتعثر النطق اللي كان عند مستر بين خلاه من أكتر الشخصيات الكوميدية من غير حتى ما يفتح بقه. ال- يعني الكتاب جميل جدا بصراحة. كمان في صفحة 27: حين تعتقد أن ضعفك عيب فيك وتصر طوال الوقت على إخفائه عن الناس كما لو أنه عورتك، من عوراتك يعني، فإن جهد الإخفاء سيستنزف طاقتك إلى غاية إهلاكك. إن كان الاكتئاب مثلا يمثل الدافع الأساسي إلى الانتحار، فإن الجهد الذي يبذله البعض لإخفاء اكتئابه هو ما يعجل بالانتحار. دي جملة جبارة مش محتاجة تعليق. آخر اقتباس معايا عشان أنا مخلصش الكتاب، هتبقى في صفحة 29: والتعريف الأشهر للذكاء أنه القدرة على التكيف. وأنا أحب أزوده أو القدرة على التعلم، إنك تبقى عارف تتعلم وتبقى عارف تتكيف على الظروف الجديدة. ودي فكرة يمكن عشان كده الديناصورات انقرضوا، عشان هما ما كانوش عارفين يتكيفوا مع الظروف الجديدة يعني، والكوكب والنيازك ولا أيا كان يعني. القصة الشهيرة اللي دايما بتتحكي لنا عن الديناصورات يعني. لا يمكنك أن تقاتل من دون أن تمتلك أسلوبك المناسب في القتال، كما لا يمكنك أن تعيش جيدا من دون أن تمتلك أسلوبك المناسب في العيش. لازم يكون ليك الطريقة في العيش المناسبة ليك أنت، مش مناسبة لغيرك. أسلوبك أنت، بتاعك أنت، مش بتاع حد تاني. لو مختار إن أنت تقلد، براحتك، بس إن أنت يكون ليك الأسلوب بتاعك أنت، اللي أنت عامله، اللي أنت نسجه خيط بخيط من تعبك وعرق جبينك يعني زي اللي أنا كنت دايما بقول لما وصلت لحاجة وفهمتها بصعوبة أو كده، بفضل أقول أنا فهمتها بالدم هو ده، أنت بتبني شخصيتك بالدم يعني، بال بالوقعة، إنك تقوم بعد ما تقع، كل ده يعني، كل ده بيبنيها. يا ريت اللي يسمع حلقة النهاردة يقول لي كتاب سعيد نشيد عاجبكم، أكمل قراية فيه واكتب لكم اقتباسات منه أكتر، وأعمل حلقة كاملة عن الكتاب، كتاب نقد القوة رسائل فلسفية للضعفاء لسعيد نشيد. لو عجبكم الكتاب قولوا لي، أعمل عنه حلقة كاملة. سيبوا لي كومنتس قولوا لي رأيكم، اتكلم عنه بتفاصيل أكثر، احاول أشرحه. لو عجبكم الكتاب، لو عجبكم فكرة الضعفاء وإن لا يؤتى الحذر إلا من مكمنه زي ما بيقولوا العرب يعني تقريبا.
فلو عاجبكم موضوع الكتاب قولوا لي أعمل عنه حلقة كاملة. هو أنا عايزة أرجع للشعر بصراحة. آمم، ففي كذا فكرة في دماغي، فلو حد فيه فكرة في دماغه ممكن يكتبها، ولو عجبتني ممكن أعمل عنها حلقة يعني. دي كانت حلقة النهارده من ندوب، بودكاست ندوب مهتم بالآداب والفلسفة وعلم النفس. باتكلم عن كتب أو مقالات أو أفلام أو مسلسلات مش واخدة نصيبها من الضوء في العادة. بس كده، كده حلقة النهارده خلصت. سلام.